تخيل طائر صغير واقف بكل هدوء على سلك كهرباء عالي الجهد، سلك لو إنسان قرب له ممكن يموت في لحظة، ومع ذلك الطائر ثابت ولا متأثر. المشهد ده بيتكرر كل يوم قدام عيوننا وبيخلي سؤال واحد يفرض نفسه بقوة: ليه الطيور ما بتتكهربش؟ قبل ما نكمل اعمل لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. الناس دايما بتخاف من الكهرباء لأنها طاقة مش مرئية وتأثيرها قوي جدا. سلك واحد ممكن يسبب صدمة قاتلة لإنسان بالغ، لكن في نفس الوقت طيور واقفة عليه من غير أي ضرر، وده خلى ناس كتير تفتكر إن الطيور عندها قدرة خاصة أو جسمها معزول. لكن الحقيقة إن اللي بيحصل ده نتيجة قانون فيزيائي بسيط وثابت. الكهرباء ما بتمشيش غير بشروط أهم شرطين علشان الكهرباء تتحرك، هما فرق الجهد والمسار الكامل. فرق الجهد يعني اختلاف في الطاقة بين نقطتين، والمسار الكامل يعني دايرة مقفولة. التيار يقدر يدخل من نقطة ويخرج من النقطة التانية من غير الشرطين دول. الكهرباء تفضل ساكنة مهما كان الجهد عالي. الطائر لما يقف على سلك واحد رجليه الاتنين على نفس السلك وعلى نفس الجهد، الكهرباء هنا مش شايفة فرق يخليها تدخل من رجل وتخرج من التانية. جسم الطائر كله في مستوى واحد، فمش جزء من الدايرة، وبالتالي مفيش تيار. تخيل إنك واقف على سطح مستوي تماما، مفيش ميل ولا نزول. مهما فضلت واقف مش هتتحرك لأن مفيش فرق مستوى. وده نفس المنطق اللي الكهرباء بتتعامل بيه مع جسم الطائر. الخطر الحقيقي يظهر أول ما الطائر يلمس سلك تاني أو يلمس السلك ومعاه جسم موصل متصل بالأرض. في اللحظة دي فرق الجهد يظهر والمسار يكتمل والتيار يعدي في الجسم في زمن صغير جدا، وده اللي يسبب الصعق. علشان كده أغلب الطيور بتقف بأمان، لأنها غريزيا بتختار سلك واحد وبتبعد عن أي تلامس إضافي من غير ما تكون فاهمة فيزياء، لكنها عايشة بالقوانين دي. هنا نخش في الجزء التاني من الفكرة، واللي ناس كتير ما بتاخدش بالها منه، وهو حجم الطائر نفسه. جسم الطائر صغير والمقاومة الكهربائية بتاعته أعلى من الإنسان، فحتى لو حصل تسريب ضعيف جدا في ظروف نادرة التأثير بيكون أقل بكتير. الإنسان بقى وضعه مختلف تماما، لأن الإنسان في أغلب الوقت متصل بالأرض، والأرض جهدها صفر. ولما الإنسان يلمس سلك كهربي جسمه يتحول لمسار مباشر من الجهد العالي للأرض، وده سبب الصدمة. يعني الموضوع كله مش في قوة الكهرباء نفسها، الموضوع في الطريق اللي التيار هيلاقيه. الكهرباء دايما بتدور على أسهل وأقصر مسار. لحد هنا الأساس بقى واضح، لكن الصورة لسه ما اكتملتش، لأن مش كل الطيور آمنة بنفس الدرجة. الطيور الصغيرة أقل عرضة للخطر، لكن الطيور الكبيرة بجناحاتها الواسعة بتواجه خطر أكبر، لأنها ممكن تلمس سلكين في نفس الوقت. كل ما المسافة بين نقطتين مختلفتين في الجهد تقل احتمالية تكوين المسار تزيد، وده سبب إن تصميم خطوط الكهرباء بيكون محسوب بدقة شديدة، لأن أي تغيير بسيط ممكن يعمل كارثة. علشان كده في دول كتير بيتم تركيب عوازل وحواجز مخصوصة لحماية الطيور الكبيرة، لأن فقدانها مش بس خسارة كائن لكن خلل في التوازن البيئي. الكهرباء ما بتميزش بين طائر وإنسان، هي بتتعامل مع أرقام فرق جهد ومسار ومقاومة، ولو الشروط اتحققت التيار هيعدي من غير تردد في ظروف معينة. الخطر بيزيد أكتر زي المطر والرطوبة، لأن المية بتقلل المقاومة وبتسهل انتقال التيار، وده يخلي مواقف كانت آمنة تتحول لمواقف خطيرة. لو نقلنا الفكرة دي لحياتنا اليومية هنفهم ليه أي جهاز كهرباء ما بيشتغلش غير لما الدايرة تكتمل، وليه أي قطع في المسار يفصل التيار فوراً. الإنسان أحياناً بيغلط لأنه يستهين بالكهرباء ويفتكر إن الحذاء أو الأرض الجافة كفاية للحماية، لكن الحقيقة إن أي اتصال بالأرض كافي يحوله لمسار. وده سبب إن حوادث الكهرباء تحصل في البيوت والمصانع، رغم إن الناس شايفة الأسلاك طول الوقت. العين بتتعود لكن القوانين ما بتتعودش. الطيور هنا بتقدم لنا درس مهم جدا. الخطر مش في الشيء نفسه، الخطر في طريقة التعامل معاه. الختمة: الطائر اللي واقف على سلك كهرباء مش عنده سر ولا قدرة خارقة، هو بس مش مكمل الدايرة والكهرباء من غير مسار كامل. تفضل سكنة القوانين دي شغالة على الكل، والاختلاف دايما في الوضع والمكان وطريقة التلامس. ولو بعد الفيديو ده بصيت على طائر واقف على سلك كهرباء وفهمت اللي بيحصل، يبقى العلم وصل لرسالته.